أثار نادي ريال مدريد ضجة كبيرة في الساعات الأخيرة بعد إلغاء تدريبه ومؤتمره الصحفي المقرر قبيل نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، الذي سيقام غدا السبت 26 أبريل 2025 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية. وفقا للتقارير الصحفية، فإن النادي الملكي أبدى استياءه بعد تصريحات من حكام المباراة حول تعرضهم لضغوطات بسبب الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الانتقادات التي وجهتها قناة ريال مدريد الرسمية. هذا التوتر دفع النادي لإلغاء كافة الأنشطة الإعلامية المتعلقة بالمباراة. ورغم هذه التطورات المثيرة، لم يصدر أي بيان رسمي من النادي يوضح موقفه النهائي، مما ترك الباب مفتوحا حول إمكانية انسحابه من المباراة. وفي الوقت نفسه، يبقى من المتوقع أن تلعب المباراة في موعدها المحدد، إلا أن هذه الأنباء أثارت الكثير من التساؤلات في الوسط الرياضي.